الشغلانه هتقف. هم مش عايزينك، هم مش شايفينك. كتبوا كلام ربنا وغيروه بايديهم، خلاف اليهود مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم ليه، ومواقف كتيره هنبتديها النهارده. وكم انا سعيده وانا بقول، ودي الحلقه التاسعه من حلقات سوره البقره. بعد ما حكينا عن قصه البقره وازاي كانوا بيتعاملوا اليهود مع اوامر ربنا سبحانه وتعالى، وازاي كانوا بيعاندوا ويمطلوا بعد كل النعم اللي ربنا انعمها عليهم وفصلناها، لو اول مره تشوفوني روحوا ارجعوا للثمان حلقات الاولانيه من سوره البقره هتلاقوا كل القصص دي. وازاي جحدوا كل النعم اللي احنا فصلناها وقلناها، زي شق البحر واحياء الموتى قدامهم. حصل لهم ايه بقى اليهود وبني اسرائيل؟ قست قلوبهم، وقساوه قلوبهم دي بانت بقى مع تعاملهم مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينه. ففي جزء كبير منهم اتطبع واتعمى على قلوبهم القاسيه دي، فمبقاش سهل ابدا انهم يسمعوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا بيه. فعشان كده بتبتدي الايات تحكي لنا ازاي بعد كل اللي حصل منهم ده وبعد جحودهم كل النعم دي هتطمعوا ان هم يامنوا ليكم يا مؤمنين ويسمعوا كلامك يا محمد. وده في جزء كبير منهم كان بيسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى ويحرفوا ويغيروا. وهنقف بقى هنا على كام آية مهمين جدا يورونا ازاي بيتعاملوا بقلوبهم القاسية دي مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومع المؤمنين، ازاي كانوا بينافقوا ويغيروا كلام ربنا رغم معرفتهم انه الحق من عنده سبحانه وتعالى. بتحكي الآية 76 هنا عن جزء كبير من اليهود من اللي كانوا بينافقوا المؤمنين ويقولوا ان هم مؤمنين معاكم، ان صاحبكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مرسل ونبي فعلا، بس هو خاص بيكم انتوا يا عرب، كأنه مش ليهم. ولان صفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبشارة نبوته كانت موجودة عندهم في التوراة، وده اللي هنعرفه كمان شوية. فكانوا المنافقين دول لما يرجعوا لجماعتهم واحبارهم ويقولوا لهم هم حكوا ايه للعرب، فالاحبار دول يقولوا لهم اوعوا تتكلموا وتحدثوا العرب بالكلام ده، ازاي تقولوا لهم وتحدثوهم بما فتح الله عليكم من العلم في التوراة، ازاي تقولوا لهم بخبر محمد ويبقى للمؤمنين عليكم حجة يوم القيامة أو حجة يوم القيامة قدام ربنا إنكم عرفتوا الحق إن محمد رسول الله وما أمنتوش بيه. إزاي تعملوا كده؟ أفلا تعقلون؟ وفي لسبب نزول الآية دي قصة حلوة، تعالوا لما أحكيها لكم. بعد غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب اللي نقض فيها اليهود العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم بإن هم ما يشتركوش في قتال الرسول والمؤمنين في أي غزوة، بس كالعادة طبعا عادة اليهود إيه؟ نقضوا العهود، فنقضوا العهد ده مع الرسول صلى الله عليه وسلم واشتركوا في قتاله في غزوة الخندق. فبعد ربنا سبحانه وتعالى ما نصر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على الأحزاب في الغزوة، جه بعدها الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم إنه يطلع يحارب ويعاقب يهود بني قريظة على خيانتهم دي. وراح فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم وحاصرهم في حصونهم، وساعتها الرسول صلى الله عليه وسلم نادى عليهم وقال لهم يا إخوان القردة ويا إخوان الخنازير ويا عبدة الطاغوت. فساعتها اليهود بصوا لبعض واستغربوا ازاي عرف اللي حصل لأسلافهم وأجدادهم. من أخبر محمد بهذا؟ ما خرج هذا إلا منكم، أكيد انتوا اللي قلتوا له. ازاي تحكوا لهم وتحدثوهم بما فتح الله عليكم من أحكام وقعت عليكم فيكون ليهم حجة عليكم؟ مع ان الكلام كان كفيل جدا يفهمهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم نبي ومرسل، والكلام ده جايبه من وحي من عند ربنا سبحانه وتعالى، بس برضه مفيش فايدة. وفي برضه بعض المفسرين اللي قالوا ان الآية دي نزلت في ناس من اليهود امنوا وبعدين نافقوا رجعوا منافقين، بس كانوا لما بيقعدوا مع العرب المؤمنين كانوا بيحكوا لهم عن العذاب اللي تعذبوا اسلافهم، فيرجع جزء منهم يقولوا لهم ازاي تحكوا لهم وتحدثوهم بما فتح الله عليكم من العذاب اللي تعذبوا اسلافكم زمان، فيرجع المؤمنين يقولوا نحن احب الى الله منكم واكرم على الله منكم، افلا تعقلون؟ ازاي تعملوا كده؟ وبيقول ابن عاشور هنا ان بما فتح الله عليكم معناها وتفسيرها بما قضى الله به عليكم من احوال ومصائب وعذاب، فيبقى هنا الفتح بمعنى القضاء. فيكون كده عندنا تفسيرين للمعنى، معنى الفتح بمعنى القضاء، والمعنى الاولاني اللي قلناه في الاول بمعنى المعرفه واللي عرفوها من الحق في كتبهم التوراه، لانه كان مكتوب صفه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعارفين ان هو نبي ومرسل. ومش هيفرق ابدا بقى كون ان هم يعلنوا الكلام ده علنا او يخفوه جواهم، لان ربنا سبحانه وتعالى عالم بيهم وهتقام عليهم الحجه حتى لو اخفوها. وبتيجي الايه بعدها بتاكد الكلام ده، اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ولانهم عارفين صفه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وموجوده في كتابهم زي ما قلنا، عملوا ايه بقى؟ وصل بيهم الحال ان هم يغيروا الكلام ده ويكتبوه بايديهم، وده اللي بتوصفه وبتحكيه الآية 79. نزلت الآية دي لما جه أحبار اليهود لقوا صفة الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة في التوراة ومكتوب عندهم إن هو أكحل، يعني عيونه كحيلة، ربعة يعني متوسط الطول، لا طويل قوي ولا قصير قوي، جعد الشعر أو رجل الشعر يعني شعره فيه تمويجة شوية، حسن الوجه، جميل صلوات ربي وسلامه عليه. يعملوا ايه بقى اليهود لما شافوا الصفات دي مكتوبه؟ يمسحوها ويغيروها بايديهم. انتوا متخيلين؟ يمسحوا الكلام ويكتبوا كلام تاني. لما جت
قريش بقى تسأل أحبار اليهود: هل موجود عندكم في التوراة نبي أمي؟ قالوا له: نعم، بس نجده طويلا أزرق، عينيه زرقاء، صبت الشعر. صبت الشعر يعني ناعم مسترسل. فردت قريش وقالت: لا، ليس هذا منا، مش ده اللي بيقول إن هو نبي. فنزلت هنا الآية تبين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين وليهم مدى كذبهم، وتقول لهم: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم يقولون هذا من عند الله. ويل هنا يقال في التفاسير إنه اسم وادي في جهنم بيسيل منه الصديد، وبيقول عنه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: وادي في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا حتى يبلغ قعره. انتوا متخيلين معايا مدى العذاب؟ مش متخيلين ازاي الحقد والحسد ممكن يوصل ببني اسرائيل او اليهود في تغيير كلام ربنا سبحانه وتعالى ويقولوا انه ده من عند ربنا سبحانه وتعالى. ولان بعض المفسرين كانوا بيقولوا ان اليهود زي ما يكونوا بيتاجروا بالتوراة او كانوا بياخدوا فلوس، كان بعض الناس بيديهم فلوس وبياكلوهم لمجرد ان هم قائمين على التوراة، فكانوا خايفين ان قريش تآمن والناس دي تآمن فيقف عنهم الاكل ده والشرب ده والمال والجاه، الشغلانه هتقف. فكانوا بيشتروا بايات الله ثمنا قليلا. هو ده الثمن القليل اللي كانوا بيشتروا بيه إيمانهم ودنيتهم وآخرتهم. كل ده حقد وحسد من جواهم. فاكرين قصة الاستخلاف الأولى وقصة الشيطان مع سيدنا آدم؟ الحقد والحسد والغيرة وصلت إن الشيطان إنه يكفر ويغير من سيدنا آدم ويعصي ربنا، وده اللي حصل مع بني إسرائيل وسيدنا محمد في قصة الاستخلاف الثانية. الحقد والحسد وغيرتهم من كون إن نبي طالع من العرب مش من بني إسرائيل ياخد منهم العز والجاه والأفضلية اللي كانوا طول عمرهم واخدينها، فليه وليه بقى يطلع من العرب أولاد إسماعيل مش أولاد إسحاق ولا يعقوب نبي؟ فالحقد والحسد هو اللي خلاهم يعملوا كده، يغيروا كلام ربنا بإيديهم ويكفروا ويمتنعوا عن إن هم يؤمنوا بالرسول وبكلام ربنا سبحانه وتعالى رغم معرفتهم بيه. عشان كده لما أقول لكم إن اللي احنا فيه ده مش مشكلة أرض، احنا مشكلة عقائدية بحتة. هم رافضين يعترفوا بيك، رافضين وجودك يا عربي يا مسلم، هم مش عايزينك، هم مش شايفينك. عشان كده هم بيتعاملوا بالأسلوب ده وبالطريقة دي وعادي وسهل عندهم. المشكلة مش مشكلة أرض، مشكلة عقيدة. كل مرة بنقعد نحكي القصة هنفتكر هم عملوا إيه مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما اعترفوش بيه وكذبوا وغيروا، فهم مكملين نفس السيناريو. زي ما رفضوا الاعتراف بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هم برضو مش معترفين بيك. اللهم بلغت اللهم فاشهد. ده كان جزء بسيط جدا من تعامل اليهود مع رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، ولسه هنكمل في الحلقة اللي جاية إن شاء الله قصص أكتر وحكايات أكتر. لو أول مرة بقى تعرفوا كل القصص دي اكتبوا لي في الكومنتات، وطبعا ما تنسوش شير مع أصحابكم وخلي الكل يعرف المعنى ويستفيد من القصة وياخد باله من اللي بين السطور. ولسه مكملين إن شاء الله في سورة البقرة.